أهلا أصدقائي، فصل جديد من شينج وسنان، ونكمل القصة لحد آخر مرة وقفنا فيها. أخو شينج ماشي، وشينج وسنان بيسألوه رايح فين؟ فهو رد عليهم وقال لشينج إن هو هيفضل جنبها مهما يحصل بينهم، وهو هيساندها في أي قرار تاخده في حياتها بعد كده. وشينج وقتها استغربت جدا، لأنه أخوها كان جاي متعصب جدا، ودلوقتي بيتكلم بكل هدوء. بعدها أخو شينج نزل وقابل حبيبته، وقال لها إنه عايز يبات عندها الليلة دي، وكان شكله زعلان ومتأثر جدا. فحبيبته دي حاولت تهون عليه. وقتها شينج وسنان كانوا باصين عليهم من الشباك، وكانوا فرحانين جدا من علاقتهم مع بعض. نيجي لبعد كده، سنان كان قاعد فاتح اللابتوب بتاعه، وشينج جت وهو قال لها إنها ممكن تنام على السرير وهو هينام على الأرض، وهو هيخلص شغله على اللاب وينام وهيطفي النور. فهي نامت على السرير وهو نام في الأرض، بس هي قلقانة علشان الأرض متلجة وكل شوية تبص عليه. فهي قالت له إنه ينام على السرير عشان الأرض متلجة. بعدها هو قام وجاب المخدة بتاعته عشان ينام على السرير، ونام على السرير جنبها. وسنان كان حاسس بالسقعة وكان مغمض عينيه، وإيده وإيد شينج لمسوا بعض، وهي كانت صاحية وهو عينيه فتحت. فراح حضن شينج وكان مقرب منها جدا. تاني يوم سنان راح للشغل الجديد بتاعه، وكانوا أصحاب المكان مبسوطين منه جدا ومتحمسين للشغل معاه، وكمان هو شاب أمور وكله جاذبية. نروح للمدرس، كان خارج مع حبيبته، وكان هو مستنيها عشان بتجهز نفسها. نيجي لبعد كده، شينج كانت في الجامعة وشافت صديقتها واقفة مع زميل ليها في الدراسة، فراحت شاورت ليها عشان تسلم عليها. فشينج راحت عشان تسلم عليهم، وتعرفوا على بعض وفضلوا يتكلموا. بعدها شينج واقفة بتبص، لقيت المدرس واقف ومتضايق جدا. فهي بتسأل صديقتها عليه، وبتقول لها إنه ليه هو متضايق النهاردة كده وشكله جد قوي. فالبنت دي ردت وقالت وهي بتضحك إنه مفيش داعي إنها تقلق، وهما اتخانقوا مع بعض خناقة بسيطة. الظاهر إن البنت دي بتعمل تصرفات عشان المدرس يغير عليها، وبتحاول معاه عشان يبين مشاعره أكتر، وهي بتتجاهله على قد ما تقدر. وفعلا المدرس باين عليه متضايق جدا لما شافها وهي واقفة مع زميل ليها في الجامعة. وهم واقفين بيتكلموا، كان المدرس واقف وباصص عليهم. فجأة وهم واقفين شافوا لمة كتير حوالين حد، فهم عايزين يعرفوا مين الشخص ده اللي اللمة دي كلها واقفة حواليه. فطلع مدرس جديد، بس هو شكله وسيم قوي ولطيف. وقتها شينج وصديقتها مشيوا، وكان المدرس باصص عليهم. نيجي لبعد كده، الجامعة عاملة محاضرة وكل الناس حاضرة، ومن ضمنهم شينج وصديقتها وصديقها. والمقدم طلب من المدرس
إنه يجي يقول كلمتين على المسرح، والمدرس طلع وكل الناس أعجبت بيه وبوسامته، وصديقته كانت بص عليه وسرحانة وهو بيتكلم. فصديقها بيقول لها للدرجة دي انتي معجبة بيه وبتحبيه عشان انتي بص عليه بإعجاب؟ المدرس وقتها شايفهم وهما بيتكلموا مع بعض وكان غيران عليها جدا. نيجي بعد كده، شينج كانت واقفة وصديق جاي جه يسأل شينج على جاي إنها شافته ولا لأ. بعدها على طول جاي جه وهم استغربوا جدا، وهو جه وكان باين عليه الخناق على وشه وبيضحك وبيقول إنه اتأخر على المحاضرة. فصديقه كان بيطمن عليه وفضلوا يتكلموا مع بعض. بعدها جم طلاب وبيسلموا عليهم وبيسلموا على جاي، وبنت منهم دي صديقة جاي شكلها بتحبه وهو كمان شكله بدأ يعجب بيها. وأخيرا نيجي للقمر سنان، وهو كان في شغله وكلهم معجبين بيه وبوسامته وبطوله وبشكله الحلو. بعدها سنان خرج من الشغل فجأة ليه قدامه جاي، وسنان وقف معاه وفضلوا يتكلموا مع بعض بخصوص شينج، وسنان كان متعصب جدا. نيجي بعد كده، شينج وصلت وسنان كان مبسوط جدا لما شافها. بعدها سنان وشينج وصلوا البيت وسنان كان شايلها وفضل يناقر فيها. نروح للمدرس، كان قاعد وشاف حبيبته ماشية مع صديقها وهو كان مستنيه عشان يروحوا البيت، وكان بيقول لها يلي عشان نروح البيت. فهي ردت وقالت إنها لسه عندها شغل صديقها هيوصلها، وهي تجاهلته وهو بيتكلم. المدرس استغرب جدا من ردها عليه وتجاهلها ليه. نيجي بعد كده، المدرس روح البيت ليه حبيبته لمت شنطتها وهتمشي، فهو بيسألها إنها لما هدومها رايحة على فين. فهي ردت عليه وقالت إنها بتشكره على الفترة اللي قضتها معاه، وهو كان بيساعدها كتير طوال فترة دراستها، وبتشكره عشان كان بيعاملها كويس طوال الفترة دي. المدرس وقتها اتعصب جدا عشان هي هتمشي، وفضل يتكلم معاها عشان ما تمشيش وتسيبه، بس هي برضو عايزة تمشي، وقالت إنها هتروح رحلة كام يوم وهترجع تاني. نيجي بعد كده، المدرس كان بيفكر وسرحان في اللي حصل معاه، وكان حزين جدا عشان حبيبته سابته وهو بيفكر فيها طوال الليل. نروح لسنان وشينج، كانوا واقفين وبيتكلموا عن الرحلة الدراسية، وشينج طلع الرحلة دي وهي كانت مبسوطة جدا. بعدها سنان حضنها وقال لها إنها توحشه جدا عشان هي هتطلع الرحلة دي، وفضل يتكلم معاها عن الموضوع. نيجي بعد كده، شينج كانت في الجامعة والكل واقف في وسط الجامعة، وصديقة جاي واقفة مع شينج وبيتكلموا عن الجوائز، والمدرس كان واقف وهو في قمة الغضب، وكمان جاي وصديقه واقفين والكل واقف وفضلوا يتكلموا مع بعض عن الجوائز. بعدها تليفون جاي رن وهو قفل التليفون واستأذن من أصدقائه عشان يرن على اللي رن عليه،
وسابهم ومشي، وأصدقائه واقفين ومستغربين، والبنت اللي بتحبه بص عليه. فجاي وقتها رد على التليفون بعيد عن أصدقائه، وطلع بيتكلم مع والدته والدكتور بتاعها. ودكتور والدته اتصل بيه عشان أمه وهي شكلها تعبانة نفسيا وبتتعالج، وفضل يتكلم معاها ويقنعها عشان تاخد العلاج. بعدها جاي خلص المكالمة وجه لأصدقائه، ومش باين عليه أي حاجة، وأصدقائه حاسين إن هو مخبي حاجة عليهم. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.